مريم دخلت البورصة من بوست شافته على الفيسبوك كان بيقول اكسب 5000 جنيه في اسبوع، دخلت واشترت اسهم وباعتهم بعدها بيوم فخسرت. اهلا بيكم، انا عز الغريب ودي حلقات انفستمنت 101. وقتها صاحبتها قالت لها انت كده بتضربي مش بتستثمري. مريم قالت لها ايه ده، هو في فرق؟ لها ايوه طبعا في فرق. الاستثمار انك بتشتري اصل زي سهم او عقار او ذهب وبتحتفظي بيه على المدى الطويل، يعني بتركزي على القيمة وعلى العائد السنوي وبتبني ثروة على المدى البعيد. لكن المضاربة انك تشتري وتبيعي بشكل سريع عشان تستفيدي من فرق الاسعار وتكسبي بسرعة، بس برضه ممكن تخسري بسرعة، وده بيحتاج متابعة وتحليل فني وكمان خبرة بالاسهم وبالشركة اللي انت بتضارب فيها. زي اللي بيزرع شجرة ويسيبها للوقت، ده مستثمر، واللي بيشتري فاكهة من السوق ويبيعها بعدها بيوم، ده مضارب. الخطأ الشائع اللي بيعمله ناس كتير انها بتدخل السوق وهي ناوية تستثمر وفجأة بتحولهم مضاربين. بسبب ايه؟ الخوف والطمع. مريم لما فهمت الفرق قررت تستثمر في اسهم شركات قويه على المدى الطويل، وبدات تتعلم الاستثمار كمهاره منفصله. وعشان كده ضروري تحدد لنفسك من الاول انت مستثمر ولا مضارب، لان كل طريق وليه التكنيكس بتاعته. تابعني لو عايز تعرف ازاي تستثمر صح. ما تنساش تسيب لي كل اسئلتك في الكومنتس.